انا بحب الفتره بتاعت الالفينات دي قوي لان هي بدايه حتى كل الناس، بدايه كل السوبر ستارز اللي موجودين دلوقتي زي حماقي وتامر حسني ورامي صبري وحسام حبيب وكل السوبر ستارز وحتى الميجا ستارز اللي هم بيغنوا من قبل كده. دي كانت الفتره الذهبيه بتاعتهم، زي محمد منير عمل احمر شفايف وعمل قلبي مساكن شعبيه، عمرو دياب عمل ساعتها علم قلبي وانا عايش وكمل كلامك. سنة 2003 أنا بعتبرها من أهم السنين اللي حصلت في تاريخ المزيكا في مصر في آخر مثلا 40 سنة. في نفس السنة كانت بداية ظهور حماقي وعمل أول ألبوم ليه كان اسمه خلينا نعيش، والناس سميته بتضحك لأن أغنية بتضحك دي كانت بتيجي كتير قوي على ألبوم فيلم، فبداية معرفة الناس أصلا بحماقي كانت في أغنية بتضحك. 2003 برضو كان بداية ظهور شيرين كمطربة منفصلة، برضو كمطربة مستقلة بحد ذاتها. كانت عاملة ألبوم اسمه جرح تاني. الألبوم ده نجح جدا وكان فيه أغاني كانت لسه طالعة ترند من قريب زي أغنية صبري قليل، وزي أغنية كنت عارفة. صبري قليل دي بالمناسبة طلعت ترند وكانت توزيع نادر حمدي. نادر حمدي هنتكلم عنه كمان شوية لأن هو كان عامل ألبوم لواما، هو اللي كان عامل كل المزيكا بتاعة ألبوم واما، لأن هو أصلا كان معاهم في واما. يعني هو واما نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور وشامي، الأربعة أصلا خريج الكونسرفاتوار وعملوا الألبوم ده. والألبوم ده بداية معرفة عمرو دياب بنادر حمدي، اللي بعديها عمل له ألبوم ليل نهاري وده هنتكلم عنه كمان شوية. يعني كان احنا دلوقتي بنتكلم في ألبوم جرح تاني. الألبوم ده كان مهم قوي وبداية إن الناس تعرف شيرين بقى كمطربة مستقلة زي ما بنقول. والألبوم ده نجح جدا وخلى الناس بعد كده تحط شيرين بقى في مصاف النجوم اللي فعلا صوتهم حلو وإن الناس تقعد تركز معاهم، ولو عملوا ألبوم نقعد نسمعه وهكذا. يعني من أهم الحاجات اللي حصلت في 2003 برضو ألبوم قادر وتعملها بتاع محمد محي. الألبوم ده كان عظيم قوي، كان بطل الألبوم ده خالد عز. أنا بحب خالد عز قوي يعني. الألبوم ده كان فيه مزيكا ما حصلتش، يعني الألبوم ده كان فيها توزيعات وألحان وكلمات. أنا بشوف إن هو من أقوى ألبومات محمد محي، والناس حتى ابتدت تسف على قادر وتعملها وتسف على أغاني محمد محي بسبب الألبوم ده. بس من كتر ما هو نجح، من كتر ما الألبوم ده نجح وخلى ناس كتير قوي تسمع محمد محي بعد كده. فالألبوم ده من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها في 2003 برضو. قادر وتعملها وتنسى هواك. 2003 برضو كانت أول ألبوم للؤي، وكان عامل ألبوم كان اسمه أنا كده. لكن طبعا أشهر أغنية كانت موجودة في الألبوم واللي الناس لسه عارفاها بيه لحد دلوقتي أغنية يا عين يا ليل. كانت بداية ظهور محمد عدوية في الساحة الفنية. كان عامل ألبوم اسمه الطيب أحسن. وبالمناسبة محمد عدوية كان عامل ألبوم زمان قوي، يعني قبليها ب3-4 سنين كده، بس كان لسه صغير. كان يعني لو شفت شفت صورة البوستر كانت تحس إن هو في تانية إعدادي مثلا أو حاجة زي كده. لكن بداية معرفة الناس بمحمد عدوية كانت في ألبوم الطيب أحسن اللي هو كان سنة 2003. 2003 برضو كان ألبوم سلف ودين بتاع جورج وسوف. كان الألبوم ده برضو عمل ضجة كبيرة جدا. 2003 برضو كانت من أهم الحاجات اللي حصلت وقتها بداية محطة نجوم اف ام. يعني نجوم اف ام ظهرت في 2003 والناس ابتدت تسمع منها أغاني بقى، ابتدى حاجات كتير تحصل من نجوم اف ام دي في سنة 2003. في 2003 برضو نزل ألبوم أحمر شفايف بتاع محمد منير، واللي خلاص بقى بيكرس يعني أو بيقول إن هو موجود في السوق وإن هو بقى منافس لعمرو دياب ولمحمد فؤاد. وبمناسبة محمد فؤاد 2003 نزل ألبوم شاريني، وده كان أقوى الألبومات اللي نزلت في السنة دي ومن أقوى ألبومات محمد فؤاد عموما. يعني لأن محمد فؤاد جت عليه فترة كان زي ما كنا بنقول هو بينافس عمرو دياب جدا. فألبوم شاريني ده من أهم الحاجات اللي محمد فؤاد عملها. 2003 نزل ألبوم علم قلبي. ولو انت سألت مثلا 10 كده ايه اكتر ألبوم بتحبه لعمرو دياب، يعني ممكن 7 يقول لك علم قلبي، لان الألبوم ده وقتها ما خدش حقه قوي. ايه الناس ما خدش نفس الاهتمام بتاع ألبومات عمرو اللي في العادي يعني. لكن بعديها بفترة طويلة، بعديها بفترة كده حبة حلوين، الناس ابتدت تقول ايه ده، هو ازاي المزيكا دي اتعملت في الوقت ده. من المشاريع الموسيقية اللي بحبها قوي في 2003 برضو MTM. انا اشتغلت معاهم فترة وحلوين قوي، انا بحبهم حتى على المستوى الشخصي. وعلى فكرة انا لحد دلوقتي حافظ ال16 اغنية اللي هم عملوها. يعني هم عملوا 8 اغاني في ألبوم أمي مسافرة و8 اغاني في ألبوم تليفوني بيرن. انا حافظ الاثنين، حافظ الشريطين. يعني الألبوم ده 8 و8 16 انا لحد دلوقتي لسه حافظهم يعني. في فترة الألفينات دي برضو كان ظاهر فيها دويتوهات كده، كان في تامر وشيرين أول ما ابتدوا يظهروا. منا ونهلة احكي لي وفضفضي لي مالك زعل. وكريم وشادي كانوا عاملين كليب كده هما الاتنين بيغنوا لبنت واحدة. فأنا معرفش ايه نوع العلاقة
اللي فيها بس احنا عارفين بس مش هنقول يعني، بس كان موضوع مريب قوي يعني. الاتنين بيقولوا لها يلا مع السلامة، فايه اللي بيحصل بالظبط يعني مش عارف. يلا مع السلامة. الفترة دي أصلا كان فيها شركات إنتاج كتيرة جدا، وكان فيها إنتاج موسيقي كبير جدا يعني. شركة مزيكا وشركة نصر محروس كانت خاربة الدنيا، وكان في شركات إنتاج زي ميراج ريكوردز اللي عاملين لؤي. كان فيها كمية موسيقيين وكمية ناس بتطلع وتختفي، وناس ألبومات وإنتاج وتوزيعات مزيكا يعني ما اتعملتش قبل كده. أنا بحب الفترة بتاعت الألفينات دي قوي، لأن هي بداية حتى كل الناس، بداية كل السوبر ستارز اللي موجودين دلوقتي زي حماقي وتامر حسني ورامي صبري وحسام حبيب وكل السوبر ستارز، وحتى الميجا ستارز اللي هم بيغنوا من قبل كده. دي كانت الفترة الذهبية بتاعتهم، زي محمد منير عمل أحمر شفايف وعمل قلبي مساكن شعبية، عمرو دياب عمل ساعتها علم قلبي وأنا عايش وكمل كلامك، محمد فؤاد كان عامل شريط شاريني، وده انا بشوف ان هو من اكتر البوم عملوا فيه مزيكا حلوه برضه. الفتره دي عامل فيها البوم شاريني، وعامل البوم اللي هي الاغنيه اللي كان الناس بتقعد تغنيها في الشارع دي، حبيبي يا حبيبي يا يعني. الفتره دي كان فيها كميه البومات لناس سواء لسه بتبدا او حتى ناس موجوده قبل كده، وكلها من احسن الحاجات اللي هم عملوها. فكانت فتره حلوه قوي يعني.